لو خلاص زهقتِ من البيت وقررتِ تسافري وتهربي، تعالي شوفي الفيديو ده معايا النهارده وإن شاء الله كده تغيّري وجهة نظرِك. السلام عليكم وهلو هلو، مساء السعادة على أحلى أميرات في الدنيا يا أماراتي اللي وحشتوني، يا رب تكونوا دايمًا في كامل الصحة والسعادة والخير يا رب، اللهم آمين. وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا ومنوريني النهارده في فيديو جديد مع بعض، سيدات عربية وأجنبية وتنافس حلو كده، وإحنا اللي هنستفيد بالآخر بأفكارهم الحلوة. إن شاء الله الفيديو يعجبكم ويفيدكم يا أميراتي، وكمان بارحب بتعليقاتكم الحلوة، خصوصًا التعليقات اللي بتطلب دايمًا الفيديوهات البسيطة زي حبيبتي بديدة، أهلًا وسهلًا نورتيني وشرفتيني، وأحلى سميرة طبعًا أجمل جزائرية دايمًا منوراني، إن شاء الله أجيب لكم فيديوهات لبيوت بسيطة في الفترة الجاية بإذن الله، وأكون كده الاختيار عند حسن ظنكم دايمًا بحاجة تفيدكم. يلا ندخل في تفاصيل الفيديو، متنسوش اللايك والكومنت والاشتراك. وأول فكرة معانا النهاردة الإضاءات اللي من غير أي وصلات أو أي حاجة، اللي بدأت إنها تعمل اللمبات بتاعتها بالدبل فيس وتثبت السبوتات وتعمل إضاءة مميزة جدا في أي مكان. مش هيفرق معايا فين مكان الكهرباء موجود فين عشان أحط اللمبة، لكن أحطها في أي حتة. كمان برضه زي ما باقول لكم في أول الفيديو، لو أنتِ محتارة ومش عارفة تبدئي منين، أعمل روتين بيتي إزاي، طب أغيّر فيه إيه، طب أنا حاسة بزهق أو بملل، عايزة أعمل حاجة جديدة في البيت، إحنا كل فيديو والله لو هنطلع منه بلقطة واحدة بس، ثانية واحدة من ال10 دقايق اللي بنشوفهم، نقدر نطبّقه في البيت، فإحنا أكيد كده المستفيدين بفكرة الفيديو. الروتين ما تخلّوهوش صعب عليكِ، يعني دايمًا لمّا تلاقي الدنيا مكركبة حواليكِ، لأ الأطفال عملوا كذا أو ولادي عملوا كذا أو الدنيا اتبهدلت، قولي الحمد لله إنهم بصحة، والحمد لله إنِّك قادرة تقومي وتواصلي وتشيلي وتحطي. والله أنا عن نفسي ده الفترة الأخيرة كده أمّا باحس إن المجهود كبير عليَّ، باحاول أسهّل الموضوع أكتر وأكتر. يعني فكرة إنها تعمل ترتيب بسيط كده للصالة بسرعة، وأحط ديكور خفيف ورد أو أحط شموع أو أحط حاجة فيها إضاءة، هتحسوا إن الموضوع بقى حلو أوي، أنا ليه ما عملتش كده من بدري. التغييرات اللي أنتم بتشوفوها وتغييرات الألوان برضه للفواتح خلّوها في بالكم، اعملوها ولو على فترات متباعدة، تجمّعوا القطع كده لحد ما تفتحوا الألوان، برضه الموضوع هيكون حلو أوي. خلّونا نشوف التريكات بقى الحلوة دي لو أنتِ عندِك فاكهة وخصوصًا الموز بتلاقي عليه الهاموش أو الحشرات الصغيرة دي، ممكن تجيبي نُص ليمونة وتحطي فيها القرنفل بالشكل ده، بتمنع أي حشرات عن الفاكهة. وكمان عجبتني فكرة السبونج بتاعة تلميع الأحذية اللي ممكن تستخدميها لتلميع الإزاز أو المرايات عشان تمنعي البصمات، خصوصًا طبعًا الأجهزة اللي إحنا بنستخدمها الفرن والميكروويف. ففكرة برضه لقيتها عملية تجيبي واحدة وتخصصيها للحاجة دي، هتبقى حلوة جدًا، جدًا. تعالوا نشوف بقى السيدة التانية اللي معانا النهارده، وبالمناسبة هُم السيدة الأولى سيدة مغربية، وكمان السيدة اللي معانا اللي اتعودنا نشوفها السيدة كمان مغربية. إزاي أقدر أجدد من البيت كمان ببعض المشتريات. أنا معاكم إن أنتم بتقولوا في بعض الفيديوهات بيبقى مستواها بيبقى عالي شوية، مشتريات أو الترتيبات أو التنظيمات بتاعتهم، أو حتى لو عملت تغيير في البيت كديكور بيبقى المستوى مختلف شوية. أنا معاكم في فئات مختلفة، بس أنا عايزاكم ولو تطلعوا من الفيديو باستفادة صغيرة أوي، يكفي إن إحنا نشوف شكل حلو، دي برضه بالنسبة لي بتبقى استفادة حلوة أوي. فبيعجبني جدًا تنسيقات الألوان، إحنا نقدر بكل سهولة نعملها مهمًا كان بيتنا شكله عامل إيه. إزاي أقدر أنسق الألوان مع بعض، يعني اللون البرجندي اللون النبيتي الحلو ده، يعني أعتقد إن إحنا هنقدر كلنا نوفّره في أي قطعة ديكور متوفرة عندنا، أي قطعة قماش هاعمل منها مفرش أو هاعمل منها كوشن أو هادخّله في الألوان بتاعة الديكورات بspray مثلًا. هتبقى الفكرة سهلة أوي. اللون الأسود اللي إحنا بنخاف منه ممكن ندّي بيه بعض التفاصيل في البيت عندنا، ندخّل لون جديد مختلف، وخصوصًا لو أنا عندي الألوان فواتح هيساعدني إن أنا أستخدم اللون الأسود. غيّرت كوشن مع الورد وبعض الديكورات على الترابيزة. مش شرط إن أنا بقى باجيب نفس الديكور والكوسترز الرخام اللي معمولة بالريزن والشمعة اللي مش عارفة ريحتها إيه والكلام ده كله، لأ خالص يعني. لو هتعملي حتى إعادة تدوير لإزاز عندِك وتعمليها فازة وتجيبي ورد، يعني بتبقى أسعارهم برضه مش غالية خالص، تقدري تعملي فازة شكلها حلو أوي. الستايل التالت بقى اللي معاها هنا رخام، برضه من الحاجات القيّمة والشيك جدًا اللي بتدّي تفاصيل حلوة جدًا للترابيزة بتاعتِك، ممكن برضه كفكرة من الأفكار إن أنا أستخدمها. مش شرط كل الديكورات عندي لا تكون رخيصة أوي ولا غالية أوي، ممكن أعمل mix ما بين الاتنين، الحاجات الغالية أحطها في المناسبات، أحطها لو حد جاي لي زيارة،
وأخلّي حاجات الإعادات التدوير والكلام ده كلّه أعمل بيها بقى تغيير وأشغِل وقتي وأشغِل بيتي بالأفكار اللي إحنا بنشوفها مش مكلّفة. فيعني عايزة بس شوية وقت فاضي وشوية حُب للحاجة اللي أنتم بتعملوها هتطلّعوا أحلى حاجة إن شاء الله. ده هنا كمان برضه كان التنظيم بتاعها كان إزاي، المكان برّه وجوّه قد إيه شكله حلو أوي، مهمًا كان أنا باستخدم الدُرَف اللي موجودة في تنظيمات إيه، باحاول أخلّيها تكون منسّقة، على الأقل أريّح عيني لو أنا بافتح المكان يبقى منظَّم وألاقي حاجتي بكل سهولة. ده برضه مش محتاج لا مستوى عالي ولا كبير ولا قليل، على قد ما الفكرة متاحة برضه لكل بيت. تنظيمات السفرة عندها بقى بصراحة بتبقى في حتّة تانية، أنا باستمتع عن نفسي وأنا باتفرّج عليها، لإنها حلوة أوي، إزاي بتقدر بجد تختار قطع مع بعض توفّقها عشان تطلّع شكل السفرة يكون متناغم، يعني المرّة دي باللون الأبيض، في زي اللولي كده في الرِنج بتاعة المنديل ومع الشموع بتاعتها لايق مع الورد مع الشموع، الدنيا كلّها ماشية مع بعض. لمّا فكّرت تستخدم ألوان تانية وstyle تاني باللون الدهبي، برضه حبِّت إنها تستخدم كوسترز المفارش فيها الأبيض فيها الدهبي، الورد بتاعها بطريقة مختلفة، الفوط بتاعتها داخل فيها دهبي، يعني بتحاول على قد ما تقدر تغيّر في تنظيمات الحاجات اللي عندها عشان تطلّع شكل جديد، وده برضه نقدر إحنا كلّنا نعمله بالأدوات المتاحة عندنا، برضه هنحط الفازة بتاعتنا والديكور بتاعنا ونغيّر في تنسيقات الأطباق بتاعتنا مع شوية كده كوسترات ومفارش، وارد جدًا إنِّك تعمليهم حتى بإيديكِ بالخيط والإبرة وبقماش موجود عندنا، وشُفنا الأفكار دي في فيديوهات كتير، أقدر أعمل كوستر أو أعمل runner على ترابيزة السفرة وأغيّر من الأشكال بتاعتي كل مرّة في التقديم. بعض بقى المشتريات بتاعتها اللي أنا بصراحة باحب برضه أتفرّج عليها لإنها بالاقي فيها حاجات جديدة، يعني كنا شُفنا ليها أطباق التقديم اللي فيها التسخين، بتساعد جدًا، جدًا في المناسبات أو لو عندي عزومات، فكرة اللمبة دي حبيتها أوي لإنها عاملة زي ديكور، في نفس الوقت هي لمبة تسخين، بتسخّن كمان الأكل مع إضاءة وشكل حلو، يعني كان mix حلو أوي للمنتج، بصراحة من المنتجات الحلوة واللذيذة أوي تنفع في المناسبات أو تنفع في البوفيه لو أنتِ عاملة أكل وعاملة عزومة تقدري تخلّي الأكل بتاعِك دافي أو سُخن لأطول فترة ممكنة. كمان برضه أنواع الbaskets بقت في منها أفكار كتيرة أوي، خصوصًا الحاجات اللي بقى فيها تقسيمات تقدري تفصلي فيها الحاجات بتاعتِك، ده مش متوفر أوي فصل الحاجات دي عندنا مثلًا في مصر، لكن برّه الدول بتحب تصنّف البلاستيك لوحده، والحاجات الكان لوحدها، الكرتون لوحده، الأكل بقى والحاجات اللي ما لهاش استخدام تاني لوحدها، فالbaskets دي طبعًا بتساعد أوي، وهتبقى برضه حلوة بالنسبة لكم لو لقيتوا حاجة زي كده. أمّا بقى عن الجريل اللطيفة دي عجبني حجمها إنها كبير، بأي حجمٍ كان وبأي شكلٍ كان هي عملية جدًا في البيت، سواء اللي هي بالكهربا أو اللي بتستخدموها على البوتاجاز على النار، هي بتبقى عملية بتستخدموها لحاجات كتيرة أوي، بتبقى سريعة، بتعملوا فيها الكريبات حتى، بتعملوا فيها تسخينات للحوم، تعملوا فيها البيض، الحاجات اللي فيها الجبنة السايحة وتسيح كده على الجريل، يعني هتقدروا تعملوا أفكار كتيرة بصرف النظر عن النوع ده أو حجمه أو شكله، الجريل من الأدوات اللذيذة أوي لسِت البيت في المطبخ، بتنجز معاها كتير أوي، دي بس فكرتها إنها حلوة برضه للعزومات، ممكن تحطيها وكل واحد بيعمل الحاجة اللي هو حاببها. وتبقى قدّام عينيه كده، فهتبقى فكرة حلوة للمشاركة يعني. تنسيقها كمان بقى للحمام، وزي ما شُفنا كده الألوان اللي نستقطها في الديكورات بتاعتها البرجندي والأسود، وكمان الديكورات دخلنا خلاص على أجواء الخريف بقى، يعني بنشوف كمان حتى هنا الورد أو ورق الشجر اللي بتحس إن هو فيه أجواء خريف، اختيار الألوان أو اختيار الرسومات والأشكال بتبقى حاجة مميزة أوي لكل season تقدروا برضه تغيّروا من تفاصيل بيتكم بالطريقة دي. ندخل بقى بعد كده على السيدات الأجانب ونشوف كمان أفكارهم وصلنا لإيه، ونشوف كده جمال أفكارهم هُم كمان ونقارن ما بين السيدات العربية والأجنبية، نشوف إحنا هنستفيد بأنهي فكرة أحلى. يعني مثلًا عندنا السيدة دي نظّمت مكان إن هو يكون عندها الحاجات بتاعة الغسيل، وكمان عندها المنظمات بتاعتها بطريقة حلوة أوي تخلّي المكان يبقى شكله لطيف. كمان برضه عجبني في المقطع ده تنظيمها لمكان الcoffee corner، corner صغير جدًا على الرخامة حطِّت ماكينة القهوة بتاعتها وحطِّت التري الخشب وبدأت تحط عليه التنظيمات اللي هتلاحظوا إن هو مش طقم، يعني مش لازم أجيب طقم القطع كلها متشابهة وأحط الشاي والسكر والبن والنكهات اللي أنا باستخدمها في المشروبات،
ممكن أي جار عندي شكله حلو أو أنا أعمل له إعادة تدوير بأشكالهم وألوانهم المختلفة أعمل coffee corner مميز، فعجبتني أوي الفكرة إنها مش مرتبطة بحاجة متشابهة مع بعض. السيدة التانية لمّا حبِّت تعمل coffee corner نسّقت ما بين التنظيمات بتاعتها وكمان الديكورات، وده اللي أنا دايمًا باقوله لكم، يعني مش شرط إن إحنا معنى إن أنا أعمل coffee corner قررت إن أنا أعمله في البيت في أي corner موجود عندي، إن أنا لازم أشتري كلّها حاجات جديدة، لأ، أنا ممكن بالأدوات المتاحة أي كوبايات أي شكلٍ كان أو أي مجات أي شكلٍ كان، وزي ما قُلت لكم الجارات تقدروا تعملوها بأي شكل، مش شرط حاجة تكون شبه بعض. تقدروا تعملوا coffee corner كمان مميز، فالفكرتين كانوا حلوين جدًا، تقدروا تاخدوا منهم أفكار. هنا كمان برضه كان عندها تغيير لمكان الliving، كان الأول شايفين بقى ألوان الكنب وألوان الحيطان باللون الجراي والديكورات والدنيا عاملة إزاي، بدأت تفتح كل حاجة، غيّرت الستاير، غيّرت الكنب بتاعها، غيّرت الديكورات اللي على الحيطة والتنظيمات المختلفة، فدي برضه فكرة من الأفكار، مش شرط إن أنا أغيّر الأساس ككل على قد ما إن أنا ممكن أعمل له cover بلون فاتح، فيبقى تكلفته أقل وفتّحت المكان عندي. ممكن أغيّر لون السجادة، طب مش عايزة أشتري سجادة غالية، ممكن أجيب الكفرات بتاعة السجاد برضه وأحطها فوقيها كده، يبقى أنا غيّرت المكان. أغيّر من ألوان الستاير بتاعتي لألوان فواتح، الديكور عندي على الحيطة لو غامق أغيّره للون فاتح، أحس إن أنا فتّحت من غير ما أكلّف نفسي أي حاجة خالص. كمان برضه فكرة المنظم ده حلو أوي، عجبتني للحاجات اللي أبدأ أحطها وأرصها جنب بعض، أقدر أطلّع كل حاجاتي بسهولة، زي سير كده بيتثبت فوق وتحت، وتحطوا التنظيمات بتاعتكم في النُص، وكمان أفكار إعادات التدوير سواء من الجبس اللي تقدروا تعملوا منه فكرة حلوة زي دي، أو كمان الترابيزات الside اللي تقدروا تعملوها من الbaskets بأي أشكال كانت، تعملوها لفكرة حلوة زي دي. وصلنا مع بعض لآخر الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا بيه أميراتي، إن شاء الله الفيديو الجاي أوفر لكم كل طلباتكم للبيوت البسيطة، واكتبوا لي كمان حابين إيه أكتر وأكتر أقدر أوفر لكم منه فيديوهات تفيدكم في بيتكم وتخلوه دايمًا أحلى بيت في الدنيا. متنسوش بقى اللايك والكومنت والاشتراك، بكرة إن شاء الله فيديو جديد وأفكار جديدة، فأشوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام.